هل العاصفة اللي حدثت في مصر سببها لعنة الفراعنة؟ هنعرف كل ده بالتفصيل. الهرم الأكبر هو واحد من أكبر الألغاز في التاريخ، لغز محير لكل اللي بيقف قدامه، بيذهل من عظمة البناء الذي ليس له مثيل، وبيفكر إزاي إن هو اتبنى بدون أي تكنولوجيا تساعده في البناء. والعلماء لغاية الآن لم يستطيعوا كشف لغز الهرم الأكبر، وهناك أماكن لم تكشف لحد الآن في هذا الهرم العجيب، ومفيش أي مخلوق يعرف إيه اللي موجود فيه بالظبط لحد وقت قريب جدا. طلعت إشاعة عن غلق الهرم الأكبر في شهر 6، ولكن محدش من الناس صدق، وتمر الأيام ويتقفل الهرم بالفعل، ويطلع خبر رسمي يقولك إن سبب إغلاق الهرم هو الرطوبة، ويقولوا إن ده إجراء روتيني بيتم عمله من الوقت للتاني للحفاظ على الآثار المصرية. فالكلام يبدو منطقي جدا، والحقيقة ما نقدرش نقول غير كده. اشمعنى بقى في الوقت دون بعد دخول باحثين يابانيين للهرم الأكبر دخلوا أجهزتهم الحديثة عشان يفحصوا كل جزء فيه بدقة شديدة، عشان يتم اكتشاف أماكن جديدة محدش وصل لها قبل كده. والأماكن دي عبارة عن 3 غرف أو تجويفات داخل الهرم. دخلوا كاميرات داخل الغرف دي واكتشفوا إن في ممر بطول 9 متر. الكاميرات اللي دخلت عبارة عن كاميرات صغيرة جدا. من خلال فتحة في الهرم دخلوا الكاميرات عشان يتم اكتشاف الممر، وفي نهاية الممر أحجار على شكل مثلثات. احنا تقريبا على بعد خطوات من اكتشاف أهم لغز في التاريخ من المئات من العلماء اللي بيبحثوا عنها، وهي غرفة الملك خوفو. وساعتها هتجاوب على ألغاز كتيرة جدا، وأهمهم كيف بنيت الأهرامات. بعد أنباء غلق الهرم تمر مصر بأحداث غريبة ومريبة، أولها عاصفة رملية تضرب مصر بقوة كبيرة جدا وقلبت النهار ليل حرفيا، وتسببت في قتل العديد من الأشخاص، وتوقفت حركة السير في المرور، وأشجار كبيرة تقع ويفط مستحيل إنها تقع ووقعت من الرياح القوية. قد يكون الأمر صدفة أو غير صدفة. البعض قال إنها لعنة مقبرة الملك خوفو، خصوصا إن لعنة الفراعنة في التاريخ لها ذكريات مرعبة جدا. معروف إن أي حد بيزعج المومياوات في قبورهم بتحل عليه اللعنة. أشهرهم لعنة توت عنخ آمون اللي مات 15 واحد من اللي اكتشفوها. خلونا بقى نمسك الموضوع من أوله. الأهرامات مبنية من أحجار ضخمة جدا، ويزن الحجر 15 طن، بما إن غرفة الملك الحجر بتاعها 70 طن. فلك أن تتخيل مدى صعوبة هذا البناء بدون أي معدات يا صديقي، واللي بنوه كان في العصور القديمة. فكيف بنيت هذه الأهرامات بدون أي معدات؟ إزاي البشر كان عندهم القوة لسحب هذه الأحجار؟ دكتور مصطفى محمود هو كاتب ومؤلف ودكتور مصري، ألف أكتر من 89 كتاب، وأشهرهم البرنامج بتاعه اللي كان متكون من 400 حلقة. وده يا صديقي كان رأيه في بناء الهرم الأكبر. عائلة بتلف حوالين الهرم، وبعدين يكون موجود الأوناش والمقطورات والكاميونات والعجلات الصلب اللي تشيل 70 طن. وكمل الدكتور مصطفى محمود كلامه وكشف عن سر مرعب جدا. قال إن بناة الأهرامات كان عندهم طرق سرية جدا في بناء الهرم الأكبر، إلا إن العلماء في هذا العصر كان عندهم وسيلة سرية وعلم خاص بيلغوا بيه الجاذبية الأرضية، وده عن طريق إلغاء الجاذبية الأرضية. وبالطريقة دي وبكل سهولة يقدروا يتحكموا في الهرم. فالجاذبية هي من أهم الأشياء الموجودة في الكون اللي بتحافظ على توازن الأجرام. والعلماء من ساعة ما تعرفوا على الجاذبية، من ساعة ما التفاحة نزلت على دماغ نيوتن وهم بيحاولوا إزاي يبطلوا مفعولها. نرجع بقى لموضوع الهرم بتاعنا. قبل بقى ما نبدأ حلقتنا، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس. يلا بينا نخش على الحكاية. نسمع بقى الدكتور زاهي حواس كان بيقول ايه عن موضوع الهرم الأكبر. ان احنا امام اهم كشف عالمي تم في مصر داخل هرم الملك خوفو. شفنا التنل ده 9 متر، وشفنا شكله ايه 100% ان في حاجة بيحميها التنل ده تحتيه. وانا بقول لكم ان انا بعتقد طول عمري
أن حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو لم يعثر عليها حتى الآن. وأنا بعتقد أن هناك احتمال كبير جدا، وده أكيد، أن التنل بيحمي حاجة. بيحمي حاجة إيه؟ في اعتقادي الشخصي ممكن تكون حجرة الدفن الحقيقية الخاصة بهرم. وطبعا محبين الآثار طاروا من الفرحة، قالوا خلاص كده هنقدر بقى نرد على التشكيكات والإشاعات إن مش المصريين اللي بنوا الأهرامات، ويسكتوا بقى عن الكلام دون اللي بيتقال إن الفضائيين اللي بنوا الأهرامات أو قومعات أو حتى اليهود. الكلام ده كان منتشر بنسبة كبيرة جدا، لأن خوفو مش موجود أصلا، لأن لا موجود له نقوشات ولا موجود له تمثال ولا موجود حتى كتابة على الجدران، مع انه كان ملك عظيم. وبالتالي لما يلاقوا غرفة الدفن بتاعته هيبقى اكبر دليل واضح. والملك خوفو هو اكبر واعظم بكتير من الملك توت عنخ امون اللي ما كملش حكمه 11 سنة. بس عموما الكلام عن النفق ده مش جديد ولا جه فجأة ولا اي حاجة من الكلام دون، لان الموضوع دون كان بادئ من 2015، وده لما مصر قررت تعمل مشروع اسمه اسكان بيراميدز. والمشروع ده كان الهدف منه فحص الهرم الأكبر. وفي سنة 2023 عرفوا إن ده الممر، وبيدوروا على غرفة الملك خوفو باعتبار إن فيها أسرار وكنوز كبيرة جدا، كل ما يخص الفراعنة هيبقى موجود في الأوضة دي. والقدماء المصريين خبوا فيها علومهم ومعلوماتهم عشان أحفادهم هم اللي يلاقوها. ده غير ان الجماعة دي معتقدة ان الهرم الاكبر هو مصدر للطاقة، ولو قدروا يشغلوه صح زي ما اجدادهم قالوا هيصحوا وريث الشيطان. في كلام تاني بيتقال عن لعنة الفراعنة، وده كلام بدأ ينتشر بتوسع حبتين، وهو بيردد كلمات تحذيرية بيقول فيها مكتوب على الجدار العتيق: من يدخل إلى البيت الكبير لا يرجع إلى حياته الأولى، من يعرف السر الرهيب لم يرى الكون كما عرفه. البيوت أسرار ونحن البيت القديم وأسرارنا محفورة على الجدران، لا تفتح التابوت وإلا سيسبح الموت بجناحيه على كل من يجرؤ على إزعاج الفرعون النائم. وبكده تكون حلقتنا خلصت عن سر الهرم الأكبر. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك. تحياتي.